بلا شك غادي تكون طالع في السوشيال ميديا حتى غادي تخرج لك دميات لابوبو. شنو هي دميات لابوبو؟ هادشي اللي غادي نعرفو في هاد لا فيديو هذا. كملوا حتى الاخر باش تفهموا كل شيء. لابوبو هي شخصيه من مجموعه ديال الدمى اللي سميتها ذا مونسترز، واللي هي شخصيه فنيه اختارها الفنان الهونغ كونغي كاسين غلونغ سنه 2015، واللي مستوحاه من واحد الرسوم ديال الاطفال اللي سميتو ذا مونسترز. عام 2019 دخلت لابوبو في عالم الألعاب القابلة للجمع بعد ما داروا شراكة مع شركة الألعاب الصينية بوب مارت اللي بدات كتباع من بعدها في واحد الصناديق المغلقة بلاند بوكسز. هادشي اللي عطاها واحد الجاذبية للناس اللي كيبغيو يجمعوا بزاف ديال القطع. لكن الشهرة الحقيقية العالمية غادي تجي سنة 2024 من بعد ما ظهرت المغنية ليزا من فرقة بلاك بينك دايرها في الحقيبة اليدوية ديالها. هادشي اللي خلاها تصبح موضة بين المشاهير بحال ريهانا، وحتى انها ولات كتعرض في عروض ازياء فاخره بحال لويس فيتون. اللي خلى الناس يتهاتفوا عليها هو التصميم الفريد ديالها زائد دعم المشاهير. دابا عطيوني عقلكم، في 2024 حققت سلسله ذا مونسترز مبيعات كتراوح ما بين 87 مليون دولار امريكي، وهذا الشيء غير في النصف الاول ديال السنه. حسبوها نتوما عندكم من الوقت الكامل. ودابا في الاخر ديال لا فيديو غادي نقول لكم باللي السعر ديال الدميه صغيره كتراوح ما بين 100 حتى 250 درهم، ودميه الموسطه كتراوح ما بين 300 و 700 درهم، والنادره حتى 1000 درهم. دابا قولوا لي نتوما في لي كومونتير واش تقدروا تشريو لابوبو ولا ما تقدروش. وهادشي اللي كاين في هذا لا فيديو، نتمنى يكون عجبكم. السلام عليكم، ما تنساوش تخليو لي